السلام عليكم متابعي قناة مقياس العقل. كثير من الأصدقاء يسألون عن سبب تحريم لحم الخنزير علميا وليس دينيا، فأحببت أن أعمل لكم هذه الفيديو وأشرح لكم. إذا كنت غير مشترك في القناة مقياس العقل اشترك الآن. شخص مجري زميلي في العمل سألني لماذا لا تأكل لحم الخنزير؟ أكرمكم الله، لماذا المسلمين لا يأكلون لحم الخنزير؟ فطلب مني أن أشرح له سبب واحد علمي لا ديني. طلب مني أن يكون جوابا مقنعا إذا أستطيع، فقلت له أعطني ساعة واحدة وأعطيك الإجابة باللغة المجرية والتفسير السبب علميا بإذن الله. فقمت بالبحث في الانترنت وتصفحت كثيرا من الصفحات العلمية الإنجليزية والمجرية والعالمية، وإذا بصدمة عن تقرير وجدته في الموقع المجري. إذا أردت مشاهدة الموقع، رابط الموقع موجود في وصف الفيديو. المصدر هو هيئة المجرية لمراقبة المعايير الغذاء HVIA، وكتب بما يلي باختصار المفيد عن لحم الخنزير. أولا، الخنزير يأكل الميتة الجيفة ولو كان أبوه. ثانيا، الخنزير يأكل كل شيء تقريبا، البول وحتى بوله الخاص ومخلفات الحيوانات الأخرى، الأوساخ إذا كانت مبللة والجيف المنتفخة يأكلها، وأيضا النباتات الخامرة والتبلة المبللة. ثالثا، الخنزير نسبة السموم من جسمه أكثر ب30 مرة من لحم الخروف. رابعا، الخنزير لا يتعرق، فجلده كالإسفنج يمتص كل الأوساخ، وتعتبر هذه كارثة في حد ذاتها. خامسا، عند أكل اللحم الخروف يستغرق من 6 إلى 9 ساعات لهضمه، حيث يقوم الكبد بامتصاص قدر ضئيل من السموم في وقت كبير. أما لحم الخنزير يستغرق من ساعة إلى ساعتين، وفي هذا يكون الكبد مغطى وغارق في السموم. سادسا، الخنزير الذكر يتجانس مع أي دابة ولو كان ذكر، مما يجعله حامل للأمراض. سابعا، بعد 3 ساعات من قتل الخنزير فقط تخرج الديدان من جسمه. ثامنا، توجد ديدان في جسم الخنزير لا تموت حتى بعد الطبخ أو الشوي. تاسعا، لحم الخنزير طبخه يستغرق 6 ساعات. لحم الخنزير لا يمكن شواه، حيث يستمر في الذوبان حتى يختفي، وهذا شبيه بلحم الإنسان. عاشرا، لحم الخنزير يستعمل في عملية التجميل كبديل لجلد الإنسان، ومن يقومون بمهنة التوشيم الوشم يقوم بالوشم على جلد الخنزير قبل جلد الزبون. 11، يوجد دماء متخثرة في رأس الخنزير لأنه مخلوق الوحيد الذي لا يستطيع رفع رأسه للأعلى. 12، شعر الخنزير لا يزال إلا بالحرق. 13، الخنزير لا يشم أكله قبل أن يأكله، بل يفرغ فضلات أنفه على الأكل إن كان نظيفا ثم يأكله. فقمت بإرسال هذا التقرير له مع مصدره إلى الشخص، وإذا به يمتنع عن أكل اللحم الخنزير مجددا، وإذا به يقوم أيضا بنشر هذا التقرير في جميع الصفحات العالمية والصفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان لماذا لا يأكل المسلمون الخنزير. إلى الآن وصلت نسبة المشاركة أكثر من 100,000 مشاركة. هذا الفيديو يناقش بطريقة علمية من هو ليس مسلم، أما نحن يكفينا النصوص القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. اشتراك في القناة يدعمنا، لا تبخل في الاشتراك معنا لترى كل حصري وجديد
في قناة مقياس العقل.